يوم حاسم بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، بما انه ايضا مسلسل يوسف البليلي انتهى رسميا البارح تقريبا بعد نص الليل. الترجي الرياضي التونسي دونك نحكي على فجر اليوم الصباح تقريبا كان اعلن على صفحته الرسميه انه التاس محكمه التحكيم الرياضي رفعت العقوبه المسلطه على يوسف البليلي من طرف الفيفا، وبالتالي البليلي يتم تفعيل العقد نتاعو اللي كان امضاه مع الترجي ويصبح على ذمه الترجي لمده موسم. شنو هي الحكايه كيفاش بدات؟ يوسف البليلي معاقب منذ شهر مارس الفارط، معاقب من طرف الفيفا لمده سنه كامله على خلفيه خلاف ومساله قانونيه بينه وبين فريقه اجاكسيو الفرنسي الفريق السابق اللي كان يلعب فيه في 22 في 23. دونك شنو صار من بعد؟ تعاقب بعام، لكن طبعا وكما اي لاعب معناه عنده الحق انه يمشي للتاس لطلب تخفيف العقوبه. يوسف البليلي مشى للتاس ووقتها بطبيعته ما لعبش معناه نهايه الموسم الفارط، مشى للتاس لتخفيف العقوبه. الترجي شنو عمل؟ بعد الاتفاق معه وبعد المسلسل اللي صار مشى للجزائر ورجع كنا حكينا هنا وغيره، الترجي رجع لبليلي فاتفق معه على انه يوقع عقد، لكن ما يتصبش العقد هذايا الا بعد ما يخرج القرار نتاع التاس، لانه قرار التاس كان منتظر انه يخرج بدايه شهر اوت، لكن ما نعرفوش الدات وقتاش، وانه التاس في حالتين يا اما تخفف العقوبه يا اما تخلي نفس العقوبه، بالتالي يرى كان في مارس الجاي. فالترجي شنو عمل؟ وقع له عقد لمده موسم وحيد، ويقول انه وقتها باش يفعل العقد هذايا بعد خروج والافصاح على قرار التاس. البارح يجي قرار التاس بايقاف العقوبه، بالتالي البليلي من اليوم اصبح مؤهل على ذمه الترجي، الشيء اللي خلى الترجي طبعا يفعل العقد هذايا. بالتالي مسلسل طويل برشا، وطويل برشا بالنسبه للترجي ينتهي رسميا ويوسف البليلي رسميا في الترجي، رغم انه فما محاولات حتى تو من فريق مديريه العاصمه الجزائري خاصه الرسمي جمال بالعمري يقول انه البليلي نجم يكون معنا وانه حتى نشوفوا العقوبه، لكن هذا مش صحيح لانه البليلي اتفق مع الترجي وقع، والدليل انه الترجي البارح نشر البلاغ هذا على صفحته الرسميه، ويوسف البليلي رسميا على ذمه الترجي في الموسم المقبل. ورغم هذا هاني الحقيقه ما ريناش برشا تفاعلات من محبي الترجي ومحبي يوسف البليلي بعد امضاء العقد، ممكن على كما كنت تحكي المسلسل الطويل معناه اللي صار الكل. سيد العميد والله باش نقول لك انا ديما ما بدلش كلامي، راه خاطر مره اخرى حاولوا لي كلامي. انا نقول بليلي يرجع للترجي اسمه يعرف حجم الفريق هذايا، يعرف حجم غول افريقيا، يعرف حجم تاريخ اكثر 100 عام، يعرف الناس اللي تعدت بالترجي اللي هما كبار القوم. راهو نتكلموا على نجيب بن مراد، على طارق ذياب، على تميم، على ناس على الهادي برخيصه يا رخيصه، يعني ناس اسمه العام هذا مش يعديه هو يعرف رايد الفريق هذا اللي يلعب معاه وما تكبرش عليه وما يعمل حتى شيء باش يسيء للترجي. خاطر مره اخرى قلبوا لي كلامي ودرا شنو، لا نعاود. انا وقت شوف انا نحب قوافل قفصه، لكن كي تلعب الترجي الرياضي التونسي مع باسم تونس باسم علم تونس نولي اكبر مكشخ. وقت تونس الترجي تلعب في افريقيا ولا تلعب في اي مكان باسم تونس نولي اكبر، وهو اهلي كل يعرفوا نولي. علاش؟ خاطر الفريق هذا ما عندناش كيف وراه. نتكلم انا على حجمه، على القابه، على تاريخه، على تاريخه النضالي، على كل شيء. راهو هذاك علاش انا نقول ما يلزمش جمهور الترجي يخزر معناها من زاويه ضيقه، بالعكس يلزم يخزروا فريقكم على انه راهو اقوى فريق تخلق في تونس واكثر فريق هز الالقاب، والناس كل تذكر الملحمه. انا نهار تقريبا باش نخرج من التلفزه نهار اللي ربحت الاهلي 3-0 وكل المظلمه اللي صارت معناها ظلم. انا وقتها ناكد لك اني ما عندك حتى فكره شنو احساسي كان. هذاك علاش نقول وقتها ما فيش بلاي. وقتها الترجي ربحت 3-0 ورفعت المظلمه اللي صارت في هنا ما كانش موجود، وجابت ماتش من احسن ماتشات اللي صاروا في تونس بلاعبيه الترجي. اذا انا نراهم يلزموا ينظروا نظره، هو زاد ما يلتزم ويشد الثنيه ويا ينضبط، لانه كما قلت لابس مليون احمر واصفر اللي هو معناها حاجه كبيره، تاريخ كبير، ويرد باله باش ما تعاودش تتكرر الحاجات اللي صارت قبل. يوسف البليلي يفعل عقده مع الترجي الرياضي التونسي، كذلك سنين 3 ملاعبيه من طراز عالي على الورق بالطبيعه في انتظار حقيقه الميدان. ورسميا ريبيرو 3 سنوات اعلنت عليه الصفحه الرسميه للترجي منذ قليل، وبالتالي الترجي مر الى السرعه القصوى. وما نتخيلش انا اي واحد مكشخ ماهوش سعيد، خاصه في اخر 24 ساعه. اكيد جدا اليوم الترجي كما قلت انت في التيتر كريم مر السرعه القصوى. شكرا لك دونك اتمام الصفقات نهائيا
ما عادش فما ما نحكيو، ما عادش عندنا ما نقولوا، سي بون كونفيرمي 3 ملاعبيه هذوما موجودين في الترجي سو كونترا مع الترجي. دونك هذا حاجه تفرح جماهير الترجي اكيد جدا، حاجه تفرح في يجيو في 24 ساعه مع بعض، كي يجيو 3 مع بعضهم في الاخر اكيد جدا باش يفرحوا اكثر واكثر. برشا على فيسبوك وتنبير فريمون هذا هو جو الميركاتو. وهذيك ديما الساعات الاخيره تاع الميركاتو باش نشوفوا فيهم برشا حاجات. ديما تدبتوا اكيد باش يشدوكم بالواحد عام الجاي والاخر يقولوا لا والاخر يقولوا خذيت من عندي اكيد كذا. هذاك هو جو الميركاتو، راهو الناس مش فاهمه لا واحتقان وتيك هو ماهيش تعصب هذاك جو هذاك الشهر نتاع الميركاتو الحقيقه. دونك هوني لكن كريم راهو 3 ملاعبيه دو فالور يعني ريبيرو والبليلي وفراج معناها راهو هذوما بوتيتر نشوفوا فيهم في الفيديو، لكن البليلي نعرفوه الاخرين زاد دو كاليبر. دونك ما مع الموجودين من الاول كيما دانو كيما بالطيب كيما الملاعبيه الاخرين الكل في التير اوفونسيف تاع الترجي نتصور ظهر لي دون نسيان عاد بالطيب ودانو برشا ملاعبيه اخرين اكيد الجوالات جون تاع